السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا كامل مرتاحين وكامل في صحة جيدة. نشكركم بزاف بزاف على تعليقاتكم وعلى على الميساجات اللي بحثوا لي وتسقسيو عليا. كنت تعرفوا البنات شويه راني في ظروف، ما قدرتش نصور لكم فيديوهات. راح نشارك معكم الظروف تاعي اللي ما خلاتنيش نصور. وحبيت نبدا الفيديو تاعنا تاع اليوم بواحد السلطه ولا مخللات هكا صيفيه. تجيب بنينه بزاف بزاف البنات، يعني ترافقوا بها الاكل تاعكم. واش عندي هنايا في المقادير؟ عندي انا درت الكميه كبيره، عندي تقريبا كيلو تاع سناريه. كنت قشرته وغسلته وربيته في هذيك لارب اللي جايه خشينه. وعندي تقريبا ثاني كيلو حاجه تاع فلفل حار، غسلته ونقيته نحيت له الزريعه. كاينين حبيبات يعني ما نحيت لهم الزريعه وقصيته. وعندي زيتون كحل وزيتون خضر نفس الكميه، وحبه قرص يعني قصيتها شرائح. هنا واش راح ندير؟ راح نحط المواد كامل في واحد صحن يكون كبير باه نقدر من بعد يعني كي نتبل هذا الفلفل والسناريه يعني نقدر نخلطهم مليح. هنايا في هذا الاناء الكبير حطيت الفلفل والسناريه وراح نضيف عليهم الزيتون، ونضيف عليهم ثاني الزيتون الاخضر والزيتون الكحل بهذه الطريقه. ونروح نبدا نخلط فيه بالمغرف حتى نتخلطوا المكونات كامل بهذه الطريقه. هنا البنات بعد ما خلطت هذاك الخليط كامل، هنايا راح نبدا نوجد له لاصوص تاعو. واش عندي زيت وخل، فلفل كحل وملح وثوم. بطبيعه الحال راح نرحي الثوم تاعي في لاراب رقيقه، راح نرحيها كامل ونحاول نكثر ثوم. انا الثوم تعجبني ريحته، يعني يعجبني الكو تاعو ومليح بزاف بزاف البنات، مفيد جدا الثوم، يعني راهو محارب للسرطان عافانا الله. مليح يعني نحطه في السلطات في الاكل تاعنا. المهم حتى مام البيض كي تحبي تقلي بيض 2 بيضات ولا 3 تربي فيه مسنه، يعني بالنسبه للناس اللي ما يحبوه عادي، وكاينين اخرين ما يحبوش ريحته. انا درت هنايا الكميه هذيك تاع الثوم ربيتها، حطيت عليها الزيت، درت نصف الكميه، والكميه اللي بقات كامل درتها خل وشويه ملح وشويه فلفل كحل ونخلط الخليط هذا. بعدها نجيب الصحن الكبير هذاك اللي درت فيه الاخر، على بالي ما يكفينيش باش نخلط فيه، عاودت بدلته وحطيته هنايا. وراح نحط عليه لاصوص هذيك اللي درتها. هذا وين معاكم هاي لاصوص اللي درتها، راح نكبها على الخليط هذا كامل ونبدا نخلط فيه كامل حتى يعني تدخل فيه هذيك التتبيله مليح بهذه الطريقه. يعني سهله بزاف وبنينه البنات. نهار كي تحبوا يعني تقدموها تزيدوا تحبوا تقصوا معها شويه طماطم والخيار، تجي ثاني روعه. بهذه الطريقه انا خلطت هذه السلطه مليح. بعدها البنات جبت واحد البلاره تاع السجاج وحده تاع بلاستيك غذائيه يعني. كنت غسلتهم وعقمتهم، نعمرهم بالخليط تاعي او السلطه تاعي. ونكب من فوق شويه تاع زيتون اكيد، ونقفل البلارات هذو ونحطهم برا الثلاجه مده 4 ايام. بعدها نهزهم نحطهم يعني في مكان مظلم. بعدها نهزهم نحطهم داخل الثلاجه، وكما قلت لكم تستهلكوه عادي، تقدموا مع اطباقكم. ومام كما قلت لكم كي تحبوا تقدموهم زيدوا تضيفوا طماطم ولا خيار ثاني، تجي بنينه بزاف بزاف. صدقوني جربوها وراح تعجبكم. اذا هذه هي الوصفه اللي حبيت نشاركها معكم في بدايه الفيديو. ان شاء الله تنال اعجابكم وجربوها. ونروحوا كيف كيف نكملوا يعني الفيديو تاعنا مع بعض.
اذا البنات هنايا كان اليوم التالي. شوفوا دخلت لكم الكوزينه، دخلتها مرونه في حالها. والسبب اللي راح نشاركه معكم اليوم، واكيد مانيش راح نخبي على مشتركاتي ومتتبعاتي بهذا الخبر. للاسف الشديد انا راح نرحل من داري. الدار بعناها وراح نحول يعني نروح نكري. هذه هي الدنيا يعني. تقولي نعيش هكا وندير وندير وندير، وربي سبحانه راه يسير في الامور، والحمد لله على كل حال يعني. كلش بالتراضي. هنايا البنات كنت موجده كل شيء. الحاجه الاولى اللي بديت بها هي الكوزينه. كنت تعرفوا مع الماعن بزاف ولا يعني الكوزينه بالذات تدي بزاف الوقت. قررت نبدا بها هي الاولى. فرزت لي بلاكار كامل، جبت واش عندي كامل. تاع السجاج درت وحدهم، تاع بلاستيك وحدهم، وخليت غير الحاجه اللي نطيب بها. هذا مكان، ومازالوا لي حوايج بزاف يعني فوق البوطاجي. راح نزيد نرتبهم يعني نحطهم في الكراتن. اذا البنات هذا هو الخبر اللي حبيت نشاركه معكم، وان شاء الله ربي يفرج عليا بسكن ويفرج على الناس كامل محتاجه. نفس الشيء البنات درتو مع الصالون كما راكم تشوفوا. دخلت سكابو باش نبدا يعني الزربيه ديجا راني نحيتها. غسلتها. كنت شاركت معكم الفيديو، وهنا راح نبدا نحي في لي ريدو كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم البنات هنايا راح نحي لي ريدو هذوك، وتقريبا يعني الكوزينه هي اللي تدي لي الوقت، مش كما يعني البيوت الباقي والصالون. ما يعني مش ما فيهمش حاجه شارجي بزاف. هنا بديت نحي في هذا الكاريات هذوما تاع الديكور. عادي نحيتهم وحطيتهم داخل الساشيات، بعدها نحطهم داخل كرتون يعني باش هكا ما يتغبروليش وما يتخبشوش، ونغلفهم عادي بهذه الطريقه. شوفوا هنا البنات نحيت لي ريدو، وكنت حطيت هنا يعني نهار من وراه ثاني. كنت حطيت لي ريدو تاعي تغسلوا، بما انه ملي ركبتهم يعني نحيت فرد خطره غسلتهم، وهذه المره الثانيه حطيتهم يتغسلوا باش يعني كي نخبيهم هما نظاف. وراح ندير بيناتهم هذوك الساشيات اللي جاو صغار تاع اللي نربيو فيهم الصابون تاع ريحه هكا باش تبقى فيها ريحه شابه. وهنايا شوفوا لا شامبر وحده اللي لميت فيها باجاجي كامل، يعني قشي حوايجي كامل اللي لميتو يعني بالفراش بالماعن. هنا راني رجعت لكم الصالون. شوفوا ليفينغ تاع الصالون فرغته حتى هي كامل، ويعني الحوايج تاع الديكور اللي كانوا فيها ثاني خبيتهم، مسحتهم وحطيتهم يعني في ساشيات وفي جورنان هكا باش ما يفسدوش. وهنايا كما قلت لكم لي ريدو تاعي كانوا مغسولين، نحيتهم وراح نخبي ثاني هاد الحوايج يعني هكا باش يعني الناس اللي ترحل من يعني اللي يروح لهم من بلاصه لبلاصه مليح الترتيب، وكل كرتون تحطي فيه حاجه تكتبي واش حطيتي هكا باش ما تنسايش. اذا هنايا جبت هذاك السيلوفان ولا هذاك النيلو اللي نستعملوه في المطبخ، حليته كامل بهذا الشكل. درت يعني زوج طبقات كبار، ونبدا نطبق في الريدو تاعي ونحط. بعدها كما قلت لكم جبت واحد لي ساشي اللي يديروا فيه مقشقشه بكري هكا في العراس. ربيت صابون تاع الريحه وحطيت ما بين لي ريدو تاعي هكا باش تبقى الريحه مليحه. وزدت هزيت هذوك ثاني تاع اللي كنا راكب فيهم هذو، حطيت ثاني نفس الشيء، حطيتهم كامل في ساشي مع بعض، وراح نحطهم في الكرتونه بعد تاع لي ريدو هكا باش نهار اخر يعني ما تتخلطش عليه الحاله ونلقاهم ما يتوضروليش.
اذا البنات لحقنا لنهايه الفيديو، حبيت نختم معكم الفيديو تاع اليوم بهذه المقتطفات تاع النهار اللي ربحوا فيه المنتخب تاعنا وجابونا الكأس. يعني ايام لا تنسى وفرحه يعني لا توصف. نتمنى ان شاء الله تدوم الافراح في بلادي. وهذه هي، حبيت نختم معكم الفيديو بهذه المقتطفات، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا البنات لحقنا لنهايه الفيديو، ما بقى غير نقول لكم تهلاو في روحكم، الفيديو يتنجح ان شاء الله. وما تنساوش بلي ام جواد تحبكم كامل كامل كامل. وما تنساوش البنات تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس هكا توصلوا بكل جديد. وتهلاو في روحكم وفي امان الله.